حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عملنا رز بلبن بطريقة حلوة، حاجة بيتي، حاجة نظيفة. ومش هنشتري من بره تاني. ليه؟ الطبق بره ب25 جنيه وانت طالعة، يعني مفيش اقل من كده. وبصراحة يعني ما تقوليش الطعم بره احلى من جوه، لا، كده اوفر لينا في الوقت اللي احنا فيه دوت. تعالي بقى نشوف هنعمل ايه. شوية رز بقى عاملين ازاي، طعمهم تحفة، كريمي، وهنشوف كل التفاصيل مع بعضينا. تابعي معايا واشتركي معايا في القناة وقولي لي رأيك، وما تنسيش تحطي اللايك. وتعالي نخش على الطريقة. سهلة وبسيطة وما فيهاش أي تعقيدات. هنجيب ايه؟ نص كوباية نص كوباية رز، راح أقول سكر. نص كوباية رز وهنحطها في الحلة، وكمان هنحط عليهم كوبايتين مية. دي أول حاجة هنعملها ونخلص منها. نص كوباية الرز، كوبايتين مية، هنسيبهم على النار يغلوا مع بعض لغاية ما تحسي ان الرز شرب كل المية، وكمان استوى معاكي سوا كامل، مش نص سوا، لا سوا كامل. وتحسي كده ان هو ايه، هتحسي ان هو هيخش ان هو هيتعجن زي ما انت كده معايا شايفة. هنقلب حلو ونسيبهم على النار. وكمان اللبن معايا في تركية حلوة قوي هقولك عليها في اللبن. ما تغليش اللبن قبل ما تعملي الرز بلبن، سيبيه زي ما هو كده، زي ما انت جايباه، فضيه بس وخلاص. مش هنغليه ولا اي حاجة، ولا حتى هنسخنه. احنا عايزينه كده بخيره زي ما هو. كده الرز معايا استوى بقى زي الفل معايا اهوت. هنزل عليه بكمية اللبن. انا هنا مستخدمة كيلو لبن على نص كوباية الرز بس، يعني ولا مزودة ولا مقللة. صدقيني هيطلع تحفة معاكي، هيطلع طعمه حلو كمان. هيبقى كريمي. شوفي هنحط ايه دلوقتي. هنقلب حلو. وكمان تركاية حلوة قوي اللي انا قلتلك عليها، ان انت تسيبي اللبن من غير ما تغليه وتحطيه كده، بيبقى طعمه حلو. وكمان منه فيه بيبقى دايب معاكي بقى دوب. هتحسي ان هو جواه قشطة، مش نشمل القشطة منه ولا اي حاجة، بيبقى طعمه حلو قوي. هنحط ايه كمان؟ السكر. لازم السكر يا جماعة يتحط من الاول، ما يتحطش في ايه، في النص ولا في الاخر. اول ما بتحطي اللبن اللي انت هتحطيه الكمية اللي انت عايزاها، تنزلي بالسكر برضو الكمية اللي انت عايزاها. انا هنا مستخدمة 3/4 كوباية من السكر على الكيلو اللبن. بيبقى كده طعمه مظبوط حلو. عايزة بقى تقللي، عايزة تزودي، دي حاجة ترجع لك. ده كده هنسيبه مع بعض يغلي كده مع بعضيه كده ويستوي معايا. هو كده كده الرز مستوي معايا، بس تحسي ان هو ايه، يشرب كده من بعضه. هقولك برضو ان الفوران اللي بيحصل في اللبن ده طبيعي، كده كده ده لبن، وكمان احنا ما غليناش اللبن، خلي بالك. فاحنا نحط معلقة خشب وهنسيبها كده على حرف الحلة وهيمنع الفوران. الدليل قدامك اهوت، انا مستخدمة قدامك اهوت. هجيب معلقتين كبار من الكريم شانتيه على نص كوباية لبن. يبقى هجيب ايه ده اللي هيخليه معاكي كريمي، وهيخليه طعمه حلو قوي ويعمل وش حلو. هو ده اللي بيتحط بره، اللي احنا عاملين نقول الطعم جاي منين. معلقتين كريم شانتيه على نص كوباية لبن. هنزل بيهم على اللبن بتاعي دوت وهقلب حلو. ده بيتحط بعد ما الرز يغلي معايا شوية هحطه. وبيتحط برضو من الأول، ما بيتحطش في الآخر علشان طعمه يبقى حلو ومظبوط معاكي. هستنى عليه يغلي كده لمدة 10 دقايق ولا حاجة، وبعد كده هننزل بالنشا. آخر حاجة هنزل بيها النشا. هنا النور كان قطع، معلش الصورة مش حلوة، النور قطع، عارفين ان كل يوم النور بيقطع، بس هنعمل ايه. هنا هنزل بكمية النشا بتاعته، نص كوباية عليها معلقة ونص من النشا. معلقة ونص من الكبار دول نشا. مظبوط معايا، ولا هو خفيف ولا هو تقيل، كده كده هو هيتقل معانا لما بتسيبيه يبرد. هنا هتحس ان هو لسه طري قوي ولسه خفيف قوي، لا سيبيه هو حلو كده، كمية مظبوطة. لو عايزة اتقل من كده خليها معلقتين نشا، يبقى مظبوط قوي معاكي. ما تزوديش عن كده عشان ما يمسكش. والفانيليا اللي احنا عاملينها في البيت هنحط نص معلقة صغيرة. كده خلاص، احنا خلاص خلصنا الرز بلبن بتاعنا. هنخليه يغلي معانا لمدة 5 دقايق ولا حاجة، نتأكد ان النشا معانا داب واستوى ومبقاش طعمه باين زي ما انت شايفة كده. هنبدأ بقى نغرفه في الأطباق بتاعتنا وأوريكي شكله عامل ازاي. وهندخل كمان الأطباق اللي هي الفخار، هندخلها الفرن تاخد لون حلو. وهقولك برضو اللون الحلو ده يجي ازاي، مش بندخله الفرن كده بس، لا بنعمل خطوة برضو قبل ما بندخل.
وكده هنحطه في الاطباق بتاعتنا. وكده خلصنا الرز بلبن. احلى طريقه اهيت، وكمان دي افضل طريقه تعملي بيها الرز بلبن وتاكلي منه وتدعيلي. لو وصلت معايا لغايه هنا حطي اللايك واشتركي معايا في القناه لو لسه ما اشتركتيش. اهم حاجه تحطي اللايك وقولي لي رايك. زي ما انتم شايفين كده انا خلاص بقى، بص كريمي معايا ودايب دوب. هنغرفه بقى في الاطباق بتاعتنا اللي هتخش الفرن، واللي مش هتخش الفرن هنسيبها كده على جنب. وزي ما انتم شايفين كده النور قاطع، معلش، هو كل حاجه كده تحس ان هي مش باينه قوي، بس اهو بنصرف نفسنا، هنعمل ايه؟ اهم حاجه ما تنسيش اللايك. وهنعمل فخار صغير، هنعمل كبير وصغير وهندخله الفرن. دلوقتي احنا عايزين نديله لون حلو في الفرن، هنعمل ايه؟ هنجيب سكر ونرش على الوش كده حبة سكر صغيرين، ما تكتريش قوي عشان احنا ظابطين السكر بتاعه. هترشي من على الوش بس، كل الحاجات اللي هتخش الفرن هترشي، هياخد معاكي احلى لون وكرملة من على الوش تحفة. ده كده بعد ما انا غرفت اهوت، لسه مدخلتش الفرن. معلش يعني الفيديو بتاع الحته اللي هي بتاعت السكر ديت مش متصوره، فانا قلتلك عليها. هنرش شويه سكر من على الوش وهندخل الفرن، فما تنسيش شويه السكر، هما دول اللي هيدوها لون حلو وشكل حلو من على الوش وكمان اللون يكون ايه مظبوط معانا. هندخل على كده الفرن وهقولك هنعمل ايه. كده خلاص انا دخلت الفرن بتاعي. بصوا شكله متماسك ازاي وحلو معايا ونفس الوقت طري، مش اللي هو ماسك قوي، مظبوط معانا. كمية النشا اللي احنا حاطينها مظبوطة، ما تكتريش على اللي انا قلتلك عليه. بصوا طري ازاي في نفس الوقت برضو متماسك. زي ما انتم شايفين كده معايا، وحطينا بسبوسة وحطينا كنافة وجلاش اللي يحب ياكل كده، وفي منه سادة معلهوش حاجة. ليه بقى نروح نشتري من بره واحنا نعمله في البيت؟ احسن واوفر، وكمان يعني حاجة بيتي نضيفة، وكمان مدلعين الاطباق بتاعتنا عشان اللي ياكل. زي ما انتم شايفين كده هوريكي كمان شكله من جوه عامل ازاي. بصوا طري ازاي، هو لسه ملحقش ان هو يمسك نفسه قوي، بس هو باين عليه ان هو طري. بس طعمه حلو، طعمه تحفة مظبوط معايا. ما تنسيش الكريم شانتيه تحطيه، والنشا ما تكترش منه علشان ما يبقاش ماسك معاكي قوي، ونسيبه يغلى على النار شوية. وكده وصلنا